أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. شاف ربي السيئ ثمان أكن تعلمون الدرس والسيئ الدرس يقعنا الصحابة غادي يرضوا ربي في اللسن، رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم، يرقزني قزاني قدان وحيد النبي صلى الله عليه وسلم. السيئ نزريون ورقاز ولاش رقازي شبانا مثليس، ذا رقاز القيمة كنيس القرن كنيس القبائل، ذا رقاز القيمة، ذا رقازي لان وتفتر قل ما تجد مثله على مدى العصور والأزمنة، قل ما تجد مثله على مدى العصور والأزمنة. قليلا دار صفت يون رقاز يكشبان رقاز ماي، ذا رقازي لان ذي مستحيل، ذي مستحيل. أيوة درجة الملائكة تستحي الزيس، يا سبحان الله. ذا رقازي اللي في كيسر بالعالمين من شيم التواضع، رغم أنه يسعى بالشيم ذا مركنتي إرنا يسعى الشرف للقوم ينس، إلا أنه يون ورقاز في كيسر بالعالمين تواضع ولا شرقازي شبانا مثليس. ذا رقازي لان يختار ياري بردان رغم الجاهلية، يختار ياري بردان ياري مشومان القوم ينس أسو كان اللان تعيش الجاهلية، يختار مرة من وذوية عثمان بن عفان رضي الله ربي في الناس. وقبلنا نسين عثمان بن عفان رضي الله ربي في الناس، نسين منهم إذا رقازيين أمشي ديك شمال الإسلام، مشيتي بالشر النبي عليه الصلاة والسلام سالجنة. لشو ذا المواقف ينس في مقرنين ينفع بمزيس الإسلام، ينفع بمزيس مسلمان، إلا أنه كانت جماعة المحسنين زمانا يغنى زماني عدا وتفتر غير قزم يكشبنا القزم مية. ودي تقالارة إلا من رحم الله قل أنه غتفض القزم مية. وقبلنا نسين من هذا القزية قم تسقسي غير وسقسي عثمان بن عفان رضي الله عنه. اسمى لك ديا سكيين أو قروية سكيين عثمان بن عفان رضي الله عنه. دشو لك ديا سنقل باليش دشو لك ديا سنقل باليش أمكن صغارون ورقزية أمشي تسمينا مش أشعف ربي غار ناس ذي النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه مالك دياس عثمان بن عفان رضي الله عنه كان مثل ذي النورين، غار ناس ذي النورين. مادام الشيء اللي جاوبنا بالقسميمة هذا أنا غير سقسيتهم إيوا شو اللي صغار ذي النورين. شافوا ذا رقازة وحيد يدونيس عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذا رقازة وحيد يقوغان سناث يسيس من النبي قسمي دوطر آدم عليه السلام أميدين تنقر الدونيس. ذا رقازة وحيد يقوغان سناث يسيس من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي بذي النورين. يوغر قيا يسيس ذي الليس النبي عليه الصلاة والسلام بعد مثل موت رقية رضي الله عنهم نيقوها كلثوم.
رضي الله عنه. ذلك واحد قدوني تيقو غنسناف يسيسن البيع قسمي يدي وطر آدم عليه السلام عشان ما تلقى البنت ودنا الحقاغورس إن شاء الله تبارك وتعالى أمشي قدوغا السنتين نسيس النبي عليه الصلاة والسلام. قد نبدو كي لابد أنه شجر قاس مرن هو السين من هو في السين إلا قال نعلم يمكن نسقسي إذا قدوني ثيا مرا غادي ملاقا يونوي نسقسي القارس الفلانية ملهوث نتحفوا غاني السين ملهوث الفلانية كاينين الفلانية الميس الفلانية الميس الفلاني الميس باش كتعلمط أزاريس من هو غير الفلانية. فعثمان بن عفان رضي الله عنه ملهوث هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية طويل لك كي قلنا سبكية سخفيفا كان باش كيكشم يعني الأهم في الأهم ابن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وإذا النسب يلتقي مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد مناف. املقى وحيد النسب النبي عليه الصلاة والسلام وشو القبيلية بني مناف بني عبد مناف النبي عليه الصلاة والسلام أزاريس كذلك أسمرة تحصبط أتصلح قطة بني عبد مناف. فملقى وحيد النبي عليه الصلاة والسلام القبيلية بني عبد مناف رضي الله عنه. إمس عثمان بن عفان رضي الله عنه أسلمت أدركت الإسلام فأسلمت ثموث الخلافة الميس ثموث الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ثموث الخلافة الميس وذن تسمي تسوبان على القبر مش وذن تسمي تسمطر تشمل الإسلام. أما باباس يموت الجاهلية يعني ثدي الحقار الإسلام لم يدركه الإسلام. الولدينس يموت يلول عثمان بن عفان رضي الله عنه في الناس بعد حادثة الفيل ب6 سنوات. حادثة الفيل نزرت بالسيرة النبوية اسمي مديوسا أبرها الحبشي وكنا اليهود أخمر به. بعد الحادثة النيتي ولا نزران المعجزة اللي طير أبابيل ينجدر بنا خميس إهلكين يقهلش إر ولين يقر ولين. بعد الحادثة النيم 6 سنين يلول عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه يولد بعد حادثة الفيل 6 سنين. انظر على عجالة ما يثمى الصفينس الخلقية لكن يضحكون كاين المؤرخون. الصفينس الخلقية قرناه ذر جزيلان ليس بالقصير ولا بالطويل. شي ذر جزيلان ذاك زلان شي ذر جزيلان ذا طولان ذا عليا يعني كنيس قرن موين كان ليس بالقصير ولا بالطويل. كثيف اللحية ناش اللحية ينس الله يبارك في تشور كثيف اللحية عظيم المنكبين كيا ثيتا كا الله يبارك كنيس قارن يودي مانيس في كيصر في العالمين الهبة. حسن الوجه في كيسا كما ربي الشباحة حسن الوجه. وقيل أنه أبيض اللون اللي قال أنه ذم اللون يشي قارن يعني أسمر اللون. المهم طيب تقريبا كاين الصفة ناس الخلقية. يمكن المؤرخون يثمى إلا نهتم النسب السيارية يهتمون التفاصيل بكل صغيرة وكبيرة رغم أنه قدين النوم وريخو مارك يشتهي ذا النسب ينيش من وقف الله يتنغ الشباحة ينيش وريخو مارك يشتهي يقوهم من ذا العمل ينيش. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آخره ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمال. ولكن كيشتا باش كان السنين كنية باش كان يعلم باش كان العلم باش كان يعلم كي يقوم إلى آخره.
فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال الجاهلية ما يثمى وقبل هذيك شمال الإسلام إلا ذا رقاز إلا المعروفيث ذا التاجر ذا كوميرسو أمقرا هو تاجر كبير فإكملك نسقرن الخدمة من باباس يتبع الخدمة من باباس ذا كوميرسو اهتمس الخدمة من باباس يتبع التجارة ينس فاستثمر تجارة ينس يعني يقدر يخدميس أمي ذا يقدر تنجح مليح حتى أنه القوم ينس يقدر يسعى المكانة لأنه كما قيل الوقتين كيف كما قال أحد الشعراء رأيت الناس قد مالوا إلى ما عنده المال ومن لا عنده المال فإن الناس عنه قد مالوا أم الوقتين وإن غيوانا نسعى غير من تقذارف القرص أين السعيد السويد مرض عالم التاجر ضم قرار يسعى القيمينس تقذارف أما الوقت كذلك نفس الشيء العبد لا نسعى غير من تاخذ العباد 8 غورس ما إلا العبد المسكين العبد البسيط أتصفت العباد رجلين في الناس مع أنه نسعى عثمان بن عفان رضي الله عنه أكان اشتوث ديال الرجل بالمرة فعثمان بن عفان رضي الله عنه ذا التاجرين لا ضم قران يسعى المكانينس عند قريش الوقت الدم بالعمر حتى ناهز السن 34 الحق العمر 34 سنة قال وقتين يكشمها الإسلام شو السبب الإسلامي يمكن يكشمها الإسلام وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يدينا رب العالمين والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات ولا قال لي سن النبي صلى الله عليه وسلم رقية إلا نسعى من الأخلاق العالية أخلاق رفيعة زيد بزيادة من وثن تامية النبي عليه الصلاة والسلام إلا المعروف الأخلاق ينس صدق ينس الأمانة ينس يقصد يتسيد يبغى ما تسيا يعني تسيد البال يعني تسيد البال يبغى ما تسيا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من يوم يتفكى إسزوارس ميس عميس عتبة بن أبي لهب إفكت النبي عليه الصلاة والسلام إميس نعميس أبو لهب ميس عميس قرنس عتبة بن أبي لهب يوغات عتبة أسميني تيوغا يثما أكن يتقارن المؤرخون علماء السير إني كيغليت فلاسيون الهمان شتيلات حتى أنه غيكشما خميس يقيم مهموم لأنه غيقصديت سيدي باغات سيغوري ويترى غورس تكشمت خالتيس والتي تسمى سعدة بن قريش تكشمت فذاك المهموم وتمطثي إلا نتا عقليت أكن غير إلا نتا عقلي دابا بالطبع نصنكا بالطبع نصن أنه ذي العبادة إلا ذي عقليين كشم ذاك تفثك مهموم ثنايا شكي وغنمي حكاية ست أكا اللي سكان كذا باغا تغور تكتب راه يبغي تسميس الفلانية ثنايا لو كان بشرى سيون الخير بالخير وكان شتنيا الناس لا شو الناس سلير أثني فقد يون النبي يويد يون الدين الذي قاروس عبادة الله وحده ولا شريك له يويد الأخلاق الفضيلة يبعد إنه في الرذيلة يأمر في العدل إنه في الظلم الحوايج تي مرة لا تقلب عثمان بن عفان رضي الله عنه رغم أنه بالجاهلية الحياة يعبد الأصنام يتولى القوم يعبدون الأصنام يولى أنه العبادية وتكشم رجل العقل يبقى عليك في العبادة نسل ولا تحب راه محقرانيت تحب راه البطل
وريد تحب راه الظلم ذا نويد الدين اللي قالنا كان شتايا ذا الاسلام وتسيد الفطره تسيد الفطره الحياه تيسوى الخمر تيسيت مشرب يرود فلاس مره وريد يحقروا لا حد وريد تحب راه الفساد وريد تحب راه الموجود الرذيله تحب الاخلاق الفضيله اين زدين اين ونعم اين العالم تحب ثمره يسبع ذي مرة في ياري بردان وفي هذه الحكمة أرادها الله عز وجل يقصد التمطو ثمتين واستكتبارها ثم يسخل تسال واحد دوري غسلي غيون ورقاس يفغد يقار دكا يشيعي في ضربي ما ثيفوشيك نهو ما ثيفوشيك أمور الناس دي يتحوفوا يوم يون ورقاس ما يتحوفوا من هو في ناس النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفغد ملاقد أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأبا بكر الصديق رضي الله عنه من لغي يكشمها الإسلام هذا مزوالي يكشمنا الإسلام مرة أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحكي الناس فيدو شي سنة خالتي كذا وكذا الناس أصابت الناس ينك سنة مرة خالتي كي ذي الحق فعرض عليه الإسلام فأسلم يعرض ولا شيء التردد يعرض عليه الإسلام أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقرب ابن سعد للطبقات كتاب قرنص طبقات لابن سعد يقرض ولعل ما سبق إلى إسلامه هذا شو دي جاند لافر يحكوا ذاك كان يوثن تقصيته كيا فترايس عثمان بن عفان إنه لعله بالك ذين غيز دي جاند لافر كيا يوثن الحادثة فترايس بالشام فقد عثمان بن عفان رضي الله عنه يحكي السيد بعد النبي عليه الصلاة والسلام الناس من روح الشام من أجل التجارة فقال له أسمعني نروح نعدي غنيا إنيك نسلع منادي ينادي أيها النيام هبوا فإن أحمدا قد خرج بمكة فقدمنا فسمعنا بك الناس اسمعني لك الشام الناس اسمعني نروح نعدي غنيا الناس نسلع يوني تعيط أنه أحمد يعني محمد صلى الله عليه وسلم روح ثاني في غد مكة الناس الزلم أتظفر ما تتبع ما بريديس الناس شوية نمد الحكم وفي غد الصح الخبرية الصح ينام السنة خالصيس يعني يبغى يصل بين الخير يبغى يصل بين الخير فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أول من أسلم بعد أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورابع ذرقز ويصرع يكشمنا الإسلام يعني واحد مزورا يكشمنا الإسلام رضي الله عنه اسمين يكشمنا الإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه شراو السنة كيا مع شراو السمانات نغد الني شراو الشهور المهم بعد إسلامه لكي يوري طولارا إلا دو وما يمين الله يرى النبي عليه الصلاة والسلام واحد أبو لهب أكن غيزرق الدرسي عدال في جبل الصفا السبا تنزلت الآية تصور سيء فعميس أبا لهب مي غينديش مع جبل الصفا يبدو يسلع ياسم يا بني عبد مناف يا بني شمس يا بني عبد المطلب يعني يلوعدك الفاميلياس يلوعد مرة من الفاميلياس لأنه ربنا الناس وأنذر عشيرتك الأقربين الحاجة تمزوال ثلاث غضوة الدعوة بذوسك الفاميلياس يلوع ياسم الناس ندو شاد سينما لو كان لكم دينير أنه غزد فير وذرارية الأعذاء أثني تسدو غاديك الشوف الأول دو شو راه سينيمت نمس نومن ما جربنا عليك كذبا قط لحياتي نغنك سجد الكذب أنا قرأت سيرتي تسقارت دينا بيسلنا الناس إني إذن لكم نذير بين عذاب شديد فقال له أبو لهب تبت يداك ألهذا جمعتنا تبت لك لسائر هذا اليوم ألهذا جمعتنا تنزلت في اللاس يوثن صورتين إلا نحفتيت مزيانة تقيم إلى يوم الدين تبت يدا أبي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ولا تسبقوا فيس تدا واحد ورقازيس طعن قلبي صلى الله عليه وسلم ولا ذا نسان يسدوك لي سيد ربي. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اسمي غير سنزلت في الصورة سيدي يركم ذا نسان واحد سمطوطيس أم جميل إلو عادي سين الدرياس عتبة بن أبي لهب عتبة وعتيبة ساعة سين الدرياس. عتبة منو يغى رقية. عتيبة من يبغى أم كلثوم. يسنف نسيسين النبي عليه الصلاة والسلام في كاسنت إميس العميس إلو عايس ندو في سنين إنا يستورع ثورة ما سنتبرو يستسن البيض ضسكارة يبغى تأذو يبغى يخدم الماء كني سقارن ضسكارة ثورة ما يتسرح غير يسيش ثورة ما سنتدبرو وكان سيد الشياء وكان سيد الطيارة خامس الناس ثورة ما سنتبرو ناس واش هما بابا الناس تيشي ممكن لاقم ترى غادي لي ديال الخالة نول برا ناسنت. عثمان بن عفان رضي الله عنه اسمع يسي الحق الخبر يفرح يوث من الفرحة قريبة ذي فرفر مباشرة يلحق صد النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم وأحسن إسلامه وغسل ثمش يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رقية اخطبيت أريد ولارا يوغت. فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم كلثوم رضي الله عنها بطبيعة الحال بشرع غيث ما وريجو زارا غادي يغيون هذه جماعة سنة يستماث ريجو زارا. من بعد ما تموت رقية رضي الله عنها يعاود يوغى أم كلثوم رضي الله عنها. فعثمان بن عفان رضي الله عنه إكرمت رب العالمين أنه قضت قال النبي عليه الصلاة والسلام زيد بزيادة يوغى السيثني السيسنين بيع وفترة قدوني في مرة ولا أحد يوغى يون سناتني السيسنين بيع فسمي بذلك بذي النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه غيثما ذا رقازي لن ولا شرقازي شبال المثليس حتى أنه بشر بالجنة من بين أحد الصحابة رضوان الله عليهم إلا اللي بشريط ربي بطبيعة الحال ماذا بشريط النبي من يبشر ضربي اللي يبشر الجنة. يقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ناكيون وسن وحيد النبي عليه الصلاة والسلام يوثن تبحيث حديقة بني فلان لو كتاب ورثنين في بالله إنك عبد يوم استوطبط فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له يعني روح جيت ذيك الشم مادام يطلب الإذن دي يستبورث وبشره بالجنة دي يستبورث اسم رسل دي تبورث بشريت الجنة. ففتح عليه الباب فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام بشرك بالجنة. فقال الحمد لله. يعني ديك شنو بالعتبوث شراء كان دقيق كان يعاود يسقط الوسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة. قال رواية غيطل لكن دي قراوي الحديث وهو محمد رضي الله عنه يقرض لا أقول أنه كان في مجلس واحد يعني ميديك شموي ميديك شوا نكوز مرغارك ضمن غادينير يعني جيون المجلس إزما حال بالك قصان يطل. المهم كني لا يهمنا وكاشته. استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له روح شميتي بشرط الجنة وبشره بالجنة. ففتح له الباب فقال له
إن النبي عليه الصلاة والسلام بشرك بالجنة. فقال الحمد لله. شرام دقيق كان كم يعود يسلط ودويس ثلاثة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ائذن له، روح دي يستوف، ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تكون له. أبردين يرنيز مثل الحاجة إنيس روح بشريت الجنة على أنه ما تغريت فلاس المصيبة. بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام افتح له وبشره بالجنة على بلوة تكون له. فقال عثمان الله المستعان وعليه التكلة. يعني الناس راح تغلط في لاس المصيبة يما تنظر في آخر حياته ما تسمى بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، قتل ظلما رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يبشريتش الجنة. أهد بالك استيني ما أثن وقيلا الجنتين ثقل ذليبيا تفكيت المعرفة البيستو ويضط قاليس وينسني أروح تعلم يثما أتعلم مي وشو تبشر النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الجنة العربية غليت. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وربي شو دلنا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أروح تعلم يثما السنة رجزين مدنيغ ذرقس القيمة ما رد نجمع هذا بالك المحسنين الوقتين والصوت على مرقز يكشبان مرقزية. من بين مواقفه العظام اللي انفع ربي نزيس الإسلام دي مسلمين الحاجة تمزواف تجهيزه لجيش العسرة. غزوة تبوك ومسقرن غزوة قرنس غزوة العسرة لكن اسمه رب العالمين الذين اتبعوه في ساعة العسرة. غزوة تبوك يلوعظ النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من القبائل يوكنا قصد الغزويين نروح نوع ذويين وغد صدق كل يوم وندي جماعة ذو شو يزمر في سبيل الله باش كنروح الحرب نعذاو جمعت كل يوم ذو شو ندي فكا كل يوم ذو شو ندي وين. يسد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يويد كني غير شفيغي قال المؤرخون 40,000 درهم أو دينار. يسد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يويد زقل. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه كما قال ابن إسحاق جهز الجيش وحده على 3 ثلث الجيش هي في ديمانيس. فأتى ب59 ضعيرا 950 ذي الغمنق ذي شرار 950 و50 فرسا و10,000 درهم. يوفين دي ساسيتين النبي عليه الصلاة والسلام. يقال ابن إسحاق
قال: أنفق عثمان رضي الله عنه في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. ينفق الجيش يسخر ضرب العالمين أرقى زميين واحدة على 3 غادي نسغد إثدهيان إنيك يون ورينفق كني غير ينفق إنسان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. والله ما إلا يتواضر عثمان كاين يخدم السيء. وفي رواية أخرى قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فعثمان رضي الله عنه غيثما معروف سالكرمين وثيب الشرارة النبي عليه الصلاة والسلام سالجنة كانت أرنو مسلم ذا يثما بئر روما سدس تقسيطيا ونعاود يسيد كم من مرة. بئر روما والذي سمي بعد ذلك ببئر عثمان. بئر عثمان بئر روما روميين ذو ذي يسعى البير. البير اللي شو يخدم اسمه زيزي سمني يمسلمن وأمان المدينة يعني قليلة. فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما وتجعل بالصدقة ذي الوقف فله مثله في الجنة أو له الجنة. من ورد ذيك سني وإذا يغثيا أصدفكر بين الجنة يوزل عثمان بن عفان رضي الله عنه يوكنا فيها يروح يوكنا في نيغوسيا ما كاين في سوا الناس بغا ذا البيرين يقوم ماشي البيري يبغى يغيثما ماشي البيري يبغى يخلون البيري يبغى يغ الجنة أفي الجنة يكتزال الناس نزيد البيرين يقوم سديسنس إسيا كني السينما كوميرسو واحد كوميرسو أمشي كني سقارن أمشي غادي دوسيا ديالي سو ماكسيموم ولكن أسديسنس يقوم من السديسنس. اش سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سنزيد أزكي أمشي راك تسنزغ أزكي الناس خلصوا أزكي أنجعل البيريين يونواس داكلاك يونواس داكلاك يقبل وذيني ولا الصفقة رابحة. البيرة ذي قيمة غوري ودرنو غتشكش من غير ريم. أسني عثمان رضي الله عنه مرادري لا جوانيس البير يقارس لي مسلمين شارف بطل أثنى منايي بطل عمرو بطل ودسنيك لا تشارب بدل تشارب يونواس تشارب يومين اسكويا مراديني لا جورني نوذيني ادي وكنا دي زمان ويتسافولوش من راه يغنم عمرني كيف دوجور يخزر كان وفات في غرف الناس روحك تتسنزغ مره وغاد فجعله وقف للوقف صدقه جاريه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من يشتري بئر روما فله مثله من في الجنه. تجاره رابحه يطم أعظم من هذه باش تعرف ما يثمر أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا قاني سيني رقزنا 100 شيء ذي رقزنس القيمة غيثمر تجارة عقد تجارة رابحة مع الله يخدم الكونترا يرز ضربه عقد تجارة رابحة مع الله أمش. يقال ابن عباس رضي الله عنه: قحط الناس في زمن أبي بكر. زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه شكاو الحالة تغريد على الهواء والتغريد الهواء وردي غير الخير غادي يونس جالس يسقارن بالجفاف. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تنسون حتى يفرج الله عنكم. إن أساسك بإذن الله تفرج ربي في الأول غادي ديك سجاس المجاعة المجاعة. فلما كان من الغد جاء البشير إليه أن قدمت لعثمان ذاكم رسولا قرار
إنهم القافلة ينس روح الشام ثساد يوث من القافلة الشام من دقلاس المدينة النبوية ثويد 1000 راحلة 1000 ماشي يوث ماشي ذا كاميو ماشي 60 ماشي 300 1000 راحلة ثبت من الخيرات من الشعير والزبيب والتمر ثويد الخير غنقرا لي كوميرسو اسم الاسلام تجار اللي لنا اسم الاسلام شو خدمنا روح نسقط على الناس الكبريت سقط على الناس الكبريت يوكل ناس سيدي السازين وهني باش كداسنا المدينه غادي عاودنا البيعه تعاودنا البيعه ثوال ما يثمى المواقف امتياشيه امس الحاجه مرادين ايث ما كيمسلم محواجات إياك وإياك ما تبروفيتي قايت ما كيمسلم أكي خدم فرام التجار ما اسمرا ذي لي الحاجة مخصوص بالسوق وذا مثلا التجار يتدودي ويد سلعة نيض البطاطا ناخذ شرارا أظهر حاجة سقطع قبرين وإلا بالك ويسقر تلقي الركبان يقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان لأنه وين ما يلغيك الشمت بالك تيسنس وما غيلان معقولة باش كتستفيد ما يتماس إزواليا خاطي وين ما بروح حاجة سقطعك الماس تبريد ودياس هذيك الشم وسير نضرب السومة وغادي ضري في الماس عدنا سقطع نصد فقال لهم ناس نريد أن تبع لنا هذه السلعة نبغى ماشي اليوم ماشي السين ماشي ثلاثة لي كوميرسو ناس نبغى تنزل السلعة فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه كم تربحوني على شراء من الشام أشحال ريت كمد الفايدة فقالوا 12 بدل 10 أقدل في 12 فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه فكاني يكفر ناس فكاني يكفر فقالوا له 10 ب14 بدل 10 14 الناس اللون يديف كان كثر ما قلنا لكم تسرنوا فقالوا نزيد لك على 10 15 بدل 10 15 الناس كان يكثر فقالوا ومن زادك ونحن كبار تجار ذنب المدينة نريد ويشارك درنا وفانا ما كان الساعة ليسن لكن يسقاري البرية يرنا يسن البرية أمي لا ينصافون وزمرنا راه ناس نود ويكدف كاين وذن كنا غير التجار في المقربين ذيك المدينة فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله زادني بكل درهم 10 البر في شكل حسنة ب10 ويضاعف إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء فقال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أشهدكم يا معشر التجار شوف يتما تويد نقارن إرجازا تغليظ بالأزمات يعرف الرجال وقت الأزمة توسن إرجازا قل وقت من الأزمة ماشي مرة ذي تغليظ الأزمة وتنوط تضيق فيث ماشي ألا يعرف الرجال في وقت الأزمات يعني ما يتماسي مسلمان تغليظ فلاسن المحنة عام القحط عام الجفاف عام المجاعة وذير نوض روح هذه ظريف ماشي مسلمان إني اسمي أشهدكم شوف يتما 1000 راحلة وسنرى على الأقل أثنكم تشد سنزو سلبريني نقدركم تشد فكر سلبريني ماشي دو غير لا إن يسلكنكم شهدوا والشهد غربي أين يدوي مرة ذي الخيرية الصدقة ويمسلم الصدقة ويمسلم ويتكن مثلا فرقت في زوالين أرجى زمية وثيب الشرارة النبي عليه الصلاة والسلام سجن ثكاكا وثيب الشرارة النبي عليه الصلاة والسلام سجن ثكاكا وإنما نظر به وتلكم الجنة
أورثتموها بما كنتم تعملون. قدرنا غيون الموقف يجمع وختم غزيس الدرسين نغدك تزوارا الدرس أنه غرقز المية ذا رقز المستحيل إفكي يصر رب العالمين والحياة يتستحيل كثر من الخلف ذا رقز لي مستحيل أيوف درجة لا تتصور حتى استحيت منه الملائكة واستحيا منه النبي. أرقزي اللال الصوت تستحي زيس الملائكة يتستحي زيس النبي تختار الرقز ما يشبه الرقز المي. فقال عائشة رضي الله عنها إن يشفي إلا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجرين وكان كاشفا عن فخذه أو ساقيه. لكن اللي قلنا الراوي الحديث ناش يا إما غمسطيس الفخذين يتباند يعني السفولي ما كيتبان غمسطيس يا إما غمسطيس اللي يتباند يا إما تيشراريس نغدي طرمس والاحتمال. قال كشف عن فخذيه أو ساقيه. قالت إن كشمت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغلق النبي عليه الصلاة والسلام مضطجع يعني يتكى ويولي داكيا وقندوري سكا ثبان في شرف كنيس قال هم الصوتيس لا يطرنس أحد الأمرين دينا راوي الحديث. يكشف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويكنا يطلب الحاجة يقم النبي عليه الصلاة والسلام كيس لا بوزيسيون وريح الكلام. يكشف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتش نفس الحالة يقيمك النبي عليه الصلاة والسلام وريح الكلام. استوطب عثمان بن عفان رضي الله عنه ويكشف يستر النبي عليه الصلاة والسلام كي السروالي صغار قنطوري سكايا إهيا من مانيس. سبحان الله. أسمعني في غرف ناس عائشة رضي الله عنها ناس يا رسول الله يكشمد عمر بن أخت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الشيء الحلالي في قيمتك. يكشمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشيء الحلالي في قيمتك. يكشمد عثمان بن عفان رضي الله عنه نهشت عن لباسيك يعني ما كتحرش لباسيك كتقع في مالك. وشو سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إني شو تستحي غير والجزيل من الملائكة تستحي زيس. في رواية أخرى إن يس النبي عليه الصلاة والسلام إن عثمان رجل حيي ذا رجال مستحي رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال كما زال لا بوزيسيون ممكننا خشيت ألا يبلغ إلي حاجته. ذا رجال مستحي الناس كذا الناس هذا رجال مستحي الناس كذا لو كان هذا قيمة غير هيئة أني هذه الحشام ودي سلف هذا رمانيس ودي الطلبة رمي بما الحاجينس لأنه ذا رجال مستحيل. فعثمان رضي الله عنه قل ما تجد رجل مثله على مدى العصور والأزمنة رضي الله عنه ورضي عن الصحابة أجمعين. تيغيثنا الدرسان زوال إنسانزيس عثمان بن عفان رضي الله عنه وسبب إسلامه وزواجه من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه العظام إلى النفاع برزيس يمسر من الإسلام يقدر سيدي إن شاء الله تبارك وتعالى أنظر كذلك أن يكمل حياة أو سيرة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أكتفي بهذا القدر أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأستسمحكم على الإطالة.